الام حبلى او حامل من خطيب بنتها. تخيلوا. نعم، هيدا قصة عجيبة جدا، عشق الممنوع صار يعني. فالشاب على اساس انه خاطب البنت والبنت بتموت بالشاب، بتحبه كتير، هو على اساس انه بحب البنت، فجأة طلع في علاقة بين امها طلعت لها علاقة مع الشاب وحامل منه، وبشهر الثالث تخيلوا 3 اشهر حامل منه، وكان طلع في علاقة حب قوية بيناتهم. هو عمره 21 سنة، هي عمرها 47، بس عرفت البنت انصدمت صدمة حياتها قبل زفافها بكم يوم، عم تجهز امور عرسها والشاب عم بيخونها مع امها. فلما عرفت حاولت تلم الموضوع، تستر الموضوع لانه فضيحة، فما قدرت تلم الموضوع، طلعت على التلفزيون على العلن وعملت مقابلة على اللايف مباشر، وجابت الام وجابت الشاب وطالعين بكل بجاحة، انا بحبها وهي بتقول انا بحبه، والبنت حرام حتموت البنت اما. فالغريب بالموضوع والاحلى من هيك يعني انه اجى البوليس، رغم انه كان صار حكي يصير قتال جوا داخلي جدا. اجى البوليس رغم المقابله مباشر، اجى البوليس تدخل على الاستوديو وسحب البنت، الام عفوا، والشاب، وهلا هن حاليا بالسجن. وهذه الشيء صارت بقلب تركيا ومفضوحه ترند يعني، تركيا حاليا صار هذا الموضوع.